ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هجرب معاكم منتج مقياس البيض. بيبقى ليه 3 درجات: سوفت وميديوم وهارد. بدات ان انا اسخن الميه وبدات احط البيض، بس الميه ما تكونش بتغلي، يعني وطيت الميه عليه الاول وبدات احطه وانزله وثواني، وعليت النار تاني وحطيت، وانا بنزل البيض على طول حطيت معاه المقياس. زي ما انتوا شايفين دلوقتي هتلاقوا المقياس بيفضل يبيض كده لحد ما يوصل للدرجات بتاعته. فانا اول ما وصلت للميديوم شلت اول بضايه وحطيتها في طبق فيه ميه فتره علشان تبرد معايا. وبعد كده اول ما وصل للهارد شلت التانية. بعد ما بردوا خالص بقى بدأت ان انا افتح كل واحدة، ودي كانت الميديوم. البياض بتاعها مستوي نص سوا والصفار فعلا كان مستوي نص سوا. المنتج ده هيبقى حلو جدا للناس اللي بتحبوا البيض يوصل للميديوم فعلا. كان جميل جدا جدا. اما بقى بالنسبة للهارد بدأت ان انا اقشره وافتحه كده معاكم. البياض بتاعه وصل تمام، لكن الصفار من جوه كان محتاج على الاقل دقيقتين، كمان من دقيقتين ل3 علشان كان يستوي كله. المنتج ده اديله 6/10، لان هو هينفع للناس اللي بتبقى محتاجاه ميديوم. اما بالنسبة للهارد مش هيبقى يعني مش هيبقى قوي، يعني يضطروا ان هم يحسبوا الوقت احسن. واشوفكم في فيديو جديد ومنتج جديد. باي باي.